إذا كنت أنت الابن الأكبر فغالبا نسيت كيف تعيش طفولتك، لأنك ببساطة كنت مشغول بترتيب فوضى العائلة. الناس تشوفك قوي واعي قد المسؤولية، بس ما حد يعرف كمية الضغط التي على قلبك. ما حد يعرف كم مرة كتم دمعتك عشان إخوتك ما ينكسروا لو شافوك ضعيف. الابن الأكبر مو دائما أقرب واحد للأهل، لكنه دائما أول واحد ينام وأول واحد يطلب منه يتصرف، واللي يتربى بتجارب أهل لسه يتعلمون كيف يكونوا آباء، واللي يعيش القسوة قبل ما تصير عيلة أهدى مع الصغار. بس تدري، الابن الأكبر شخص نادر، غالبا هو القائد الحامي، الشخص اللي لو ارتفع تنهار توازنات كثيرة. في صفة مميزة، يعرف كيف يخبي ألمه عشان يحمي غيره من الشعور فيه. لكل ابن أكبر يسمعني الآن، أنت مش لحالك، تعبك واضح حتى لو ما حد قالها لك. أنت تستاهل الراحة، الدعم والحب، مو بس المسؤولية.